السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فقرة اليوم من أخبار فريق الرجاء الرياضي. وما تنسوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد أخبار فريق الرجاء الرياضي. نبداو أخبار فريق الرجاء الرياضي لليوم. أول خبر: الرجاء الرياضي ينهي استعداداته لمواجهة الكويتي. ينهي فريق الرجاء الرياضي استعداداته مساء اليوم الأحد لمواجهة الكويتي برسم الجولة الثانية من مجموعة كأس العرب الأندية. وأجرى فريق الرجاء الرياضي حصته التدريبية الأخيرة استعدادا لمواجهة الغد، حيث يسعى النسور لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل حسم بطاقة التأهل للدور الثاني من المسابقة. وستنطلق مباراة الرجاء الرياضي والكويتي في تمام الساعة الثانية من عشية يوم غد الاثنين على أرضية ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز. جدير بالذكر أن فريق الرجاء الرياضي يتصدر مجموعته مناصفة مع فريق الوحدة الإماراتي برصيد 3 نقاط. محامي مصري يدافع عن الرجاء بالفيفا والطاس. تعاقد فريق الرجاء الرياضي مع محامي مصري لينوب على الفريق في نزاعاته الدولية بكل من الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي الطاس. وأكدت مصادر رجوية مسؤولة لموقع سبورت أن المحامي المصري يتوفر على خبرة في قضية النزاعات الدولية، لذلك اختار الرجاء للدفاع عن حقوقه في المؤسسات الدولية في حال وجود نزاعات بين الفريق أو أحد لاعبيه أو المدربين. ويرغب مكتب مسير الرجاء في إيقاف نزيف النزاعات التي أنهكت خزينة النادي وأدخلت الفريق في أزمة مالية خانقة، إذ يفضل بودريقة حل نزاعاته مع اللاعبين حاليا بشكل ودي أو فسخ عقودهم مع منحهم جزء من مستحقاتهم لتفادي لجوءهم إلى لجنة النزاعات المحلية أو الدولية. ونجح المكتب الحالي في حل 4 نزاعات دولية، ويحتاج إلى مبلغ 600 مليون سنتيم لحل آخر نزاع بالاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع عقوبات المنع بالتعاقدات. مدرب الرجاء حاضر في فوز الوحدة الإماراتي على الكويتي. تابع مساعد زيمباور في تدريب الرجاء الرياضي الجمعة الماضي مباراة الوحدة الإماراتي ضد الكويتي من مدرجات ملعب أبها في إطار الجولة الأولى من دور مجموعة كأس الملك سلمان الأندية. ورصدت عدسات الكاميرا مساعد زيمباور وهما يتابعان المباراة ويدونان أهم أحداثها وتفاصيلها التقنية. وتأتي هذه المواجهة من أجل الوقوف على منافسي الرجاء في المباراتين المتبقيتين. يواجه الرجاء يوم غد الاثنين فريق الكويتي في إطار الجولة الثانية. وحقق فريق الرجاء فوزا مثيرا على بلوزداد الجزائري بهدفين لواحد، فيما انتهت مباراة الوحدة الإماراتي ضد الكويتي بهزيمة الأخير بهدفين لواحد. محمد بودريقة نتفاوض مع بيراميدز المصري لاستعارة محمود صابر. كشف محمد بودريقة رئيس فريق الرجاء الرياضي أن النادي الأخضر يتفاوض مع إدارة بيراميدز المصري من أجل استعارة لاعبيه محمود صابر خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وقال محمد بودريقة في تصريح خاص به لموقع كرة بلوس المصري: يوجد مفاوضات لنا في مصر حاليا يمثل نادي الرجاء بشأن التفاوض مع بيراميدز لاستعارة اللاعب الفريق محمود صابر. وأضاف: سيتم الاتفاق على كافة بنود التعاقد بين الناديين وليس هناك أي صفقات تبادلية مع فريق بيراميدز. تقرير يشيد بأنس الزنيتي. خطف أنس الزنيتي حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي الأنظار في البطولة العربية المقامة بالسعودية، وذلك في أول ظهور له رفق الفريق الأخضر أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري ضمن أول مباريات دور المجموعات. خاض موقع الرياضية السعودية الحارس الزنيتي بمقال تحدث فيه عن مساره الكروي منذ صغره حتى التحق بفريق الرجاء الرياضي. وذكر المقال بأن والدة أنس الزنيتي حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي أنقلت إلى نجلها عددا من صفاتها الوارثية عند ولدته من بينها مهارة هذا المركز. وقال المصدر ذاته أن والدة أنس الزنيتي مارست كرة القدم واشتغلت مركز حراسة مرمى وصار ابنها على خطها، والتحقت بنادي المغرب فاسي مطلع الألفية الحالية عندما كان في الحدود 12 من عمره. وأشار الموقع إلى الحارس قضى 13 عاما في النادي، مثل خلالها جميع الفئات السنية وصولا إلى الفريق الأول قبل رحيله إلى الجيش الملكي 2013 في عام شهد ظهوره بقميص المنتخب المغربي المرة الأولى. وشدد على أن الحارس الزنيتي منذ 2015 وهو يقف تحت العارضة المرمى الراجع، وأكسبت مدة الخدمة الطويلة. شارت قيادة الفريق الذي انتصر بهدفين مقابل هدف على شباب بلوزداد يوم الجمعة الماضي في افتتاح مجموعة كأس الملك سلمان الأندية العربية. وختم الموقع بالقول أن الحارس حقق عدة بطولات مع أنديته ومنتخب بلاده، منها كأس محمد السادس الأندية البطلة سنة 2019-2020
ولا يخلو المسير أيضا من بعض الصدمات مثل غيابه عن كأس أفريقيا 2021 بسبب كسر في اليد. تغيير مرتقب من زيمباور أمام النادي الكويتي في البطولة العربية. يقبل نادي الرجاء الرياضي غدا الاثنين على مواجهة الكويتي في المباراة التي ستجمعهما لحساب الجولة الثانية في مجموعات البطولة العربية. ووفق ما نقل مصدر الموقع سيت انفو، فإن مدرب الرجاء جوزيف زيمباور يمل إجراء تغيير على مستوى الخط الأمامي، ويتعلق الأمر بإشراك المهاجم حسين رحيمي أساسيا عود الغابوني أكسيل مايي. وتابع أن زيمباور استحسن أداء رحيمي مقابل استيائه من مستوى مايي الذي لم يقتنع بما قدم في المباراة الماضية أمام شباب بلوزداد الجزائري. ونجح فريق الرجاء الرياضي في التغلب على فريق شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد، حصلا على النقاط الثلاث مواجهة في المباراة الثانية الكويتي انطلاقا من الساعة 6 بتوقيت المغرب.